السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. هناك علاقة بين ما نراه في منامنا وبين ما نعيشه في واقعنا، والإنسان المصاب بسحر أو مس أو أي مرض روحي تتكرر عليه أحلام غريبة ومفزعة تنبهه لوجود السحر، منها ما هو رؤية صادقة من الله تعالى، ويكون من الرؤى التحذيرية يبين الله فيها للرائي العارض الذي أصابه، وتكون هذه الرؤية بمثابة المفتاح للرائي للمساعدة في شفائه. وقد يرى المسحور أيضا رؤى من الشيطان تخبره بوجود السحر، ولكنها تكون رؤى مخيفة ومفزعة ولا يأتي معها العلاج، لأن الشيطان يخوف ويحزن لكنه لا يعطي علاج. ومن هذه الرؤى التي تتكرر على الرائي أن يرى أنه يأكل السم أو الأظافر أو الشعر أو يستخرج الشعر من فمه. كذلك أن يرى الحيوانات المريضة أو الميتة، لأن السحرة يستخدمونها في عمل الأسحار، فيضعونها في فم الحيوان ويخيطونه عليه فيصيبه بالمرض والتعب، وكلما زاد عليه المرض اشتدت أعراض السحر على الإنسان المسحور. وكذلك رؤية الذبائح تذبح بغير اسم الله عليها، لأن السحرة أيضا يقدمونها كقرابين للشيطان تقربا لهم لإتمام السحر، وهذه الذبائح غالبا من الطيور والحيوانات النجسة. كذلك أن يرى الإنسان المسحور الخيوط أو الحبال، أو يرى عنقه مربوطة أو ساقيه أو ذراعيه، أو يرى العقد المعقودة أو يرى عقدة أمامه، لأن السحرة ينفسون في العقد أعمالهم وأسحارهم. كذلك رؤية الكلب الأسود، لأنه شيطان كما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكلب الأسود شيطان. ورؤية الساحر أو الساحرة أو الشيطان الذي هو أساس السحر، وهو يعلم السحرة أسحارهم، وذلك كما جاء في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. كذلك رؤية التثاؤب في المنام، فقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليقزم ما استطاع، لأن التثاؤب يفتح الجسم أمام الشياطين فتقذف فيه الخبائث لكي تؤذي الإنسان، لذلك أمرنا بوضع اليد على الفم عند التثاؤب. ومن الرؤى المتكررة التي قد يراها الإنسان المسحور أن يرى أنه يأكل السحور أو يرى وقت السحر وهو وقت قبل طلوع الفجر، فنلاحظ الجناس اللغوي بين السحر والسحور وبين كلمة السحر. كذلك أن يرى المسحور أن هناك نار في جسده أو أنه يحترق بها تدل على السحر، لأن الشياطين والجن خلقوا من النار، لذلك فإن وجودها دال على أفعالهم وسحرهم. وقد يرى الإنسان المسحور الظلمة الشديدة في منامه، أو يرى عينيه مفتوحة لكنه لا يرى بها رغم أن عينيه سليمة، وأن هناك من يدفعه للمشي ولا يراه. ورؤية الأماكن المخيفة والمهجورة، أو رؤية المراحيض التي هي سكن للجن الذين هم خدام الأسحار. ويرى الإنسان المسحور العقارب والثعابين والحيات بكثرة في منامه، وخاصة الثعابين السود الكبيرة منها، فهي تدل على السحر لما فيها من سم وأذى، والارتباطها دائما بالسحر في القرآن الكريم. كما يرى الحيوانات المفترسة تلاحقه في المنام، ويرى القردة أو الخنازير لأنها حيوانات مسخ إليها بعض اليهود كما جاء في القرآن الكريم، وقد عرف اليهود بسحرهم وأنهم سحروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تعلم اليهود السحر في عهد سليمان عليه السلام، وكانوا يؤذون به المؤمنين، وذكر ذلك في سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. كذلك رؤية كل من اشتهر بالسحر إلى جانب اليهود مثل المجوس وهم عبدة النار، أيضا رؤية الفراعنة وهم قد اشتهروا بالسحر، ومنهم فرعون المذكور في القرآن الكريم والذي استعان بالسحرة وجمعهم لنبي الله موسى عليه السلام. أيضا رؤية مدينة بابل بالعراق، وهي اشتهرت بالسحر قديما، وقد نزل فيها الملكين هاروت وماروت، واللذان كانا يعلمان الناس السحر كما ذكر القرآن الكريم. وهناك أيضا رؤية السقوط، وهي أن يرى الإنسان المسحور أنه يسقط من السماء، وأنه لا يصل إلى أرض، أو يسقط في اللامكان. والسقوط قد يكون في بئر، أو قد يكون في مكان مظلم، أو قد يكون في مكان تحت سطح الأرض.
وفي هذه الحالة يكون رمز للعالم السفلي والعوالم السفلية، والتي هي سكن ومكان للشياطين والسحرة. كذلك من الرؤى الدالة على السحر رؤية القبور، وأن هناك من يطارد الرائي في القبور ولا يستطيع الخروج منها، أو أن يرى المسحور شيء يخصه داخل قبر، لأن السحرة يدفنون أعمالهم في القبور مع الموتى حتى لا يستطيع أحد الوصول إليها. وهناك رؤى غريبة أيضا يراها الإنسان المسحور، كأن يرى في منامه الشيء لكنه يقع في ضميره أنه شيء آخر، مثل أن يرى الحبل فيظن أنه ثعبان، أو يرى قطة فيظنها حمامة، لأن الإنسان المسحور دائما يرى أشياء وخيالات لا تكون مطابقة للواقع ولا يراها غيره. كذلك قد يرى المسحور أنه مشلول شلل تام، أو أن هناك من يشل حركته بالمنع أو بالتخويف، أو أنه مسلوب الإرادة، أو يرى أن أحد أذاه، أو يرى أن هناك من جرحه أو يحاول قتله. ومن الرؤى الغريبة أيضا رؤية الإلقاء، كأن يرى المسحور شخص يتبعه في المنام ويقذفه بشيء أو يلقي عليه شيء فيصيبه، وغالبا يكون ذلك من النجاسات. أو رؤية شخص مجهول غريب يعمل طقوس غريبة ويلقي الأشياء من يده على الأرض، لأن السحرة يلقون الأشياء، وقد جاء ذلك في القرآن الكريم في أكثر من موضع، أن سحرة فرعون ألقوا حبالهم، وفي موضع آخر يلقون أقلامهم، وموسى عليه السلام ألقى عصاه فإذا هي حية تسعى. لذلك إلقاء الأشياء يدل على السحر. وهناك أيضا رؤية الطلاسم ورموز السحر التي يستخدمها السحرة والمشعوذين، ويراها الإنسان المسحور منقوشة على صورة له أو على شيء يخصه مثل ملابسه، فمجرد رؤية هذه الأشياء تدل غالبا على إصابة الرائي بالسحر. وفي النهاية نؤكد على أن هذه الرؤى جميعا والرموز تدل على السحر في حال كان الرائي بالفعل يشتكي من أعراض السحر في الواقع، وإلا فإن الكثير من هذه الرؤى قد يكون لها معاني وتفسيرات أخرى مختلفة. ولا يجب على من قد رأى بعض هذه الرؤى بالفعل في منامه لكنه لا يشتكي من أعراض السحر أن يتوهم أنه مسحور، وندعو الله بالشفاء للمرضى ولكل مريض يتألم. والمسلم صحيح الإيمان يرضى دائما بما كتب الله له، ويلجأ إلى الله وحده ولا يلجأ إلى سواه. وعندنا قراءة سورة البقرة يوميا، والفاتحة والمعوذات والإخلاص، والمداومة على الأدعية والأذكار، وتعلق اللسان بالاستغفار وذكر الله سبحانه وتعالى في كل صلاة ومع كل إقامة. كذلك لا ننسى إخراج الصدقة بنية الشفاء، والله تعالى وحده هو القادر والشافي، فهو سبحانه وتعالى لا ينزل بلاء إلا بذنب أو ليرفع الإنسان المبتلى درجات. فلنستغفر الله كثيرا ولندعوه أن يرفع عنا البلاء. عافانا الله وإياكم من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.